السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديالي. ان شاء الله اليوم فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم اختي الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غنصاوبوا خبز بلدي البنات، بدون عجانه، بدون القصريه، بدون دليك. ساهل البنات وكيجي غزاله البنات، خبز بلدي. بركه ما نشريو الخبز ديال الزنقه. دابا راكم عارفين البرد كنستهلكوا الخبز بزاف. قلت علاش لا، بزاف الناس كيعجبهم الخبز ديالي، قلت علاش لا ما نتشاركوش معاكم. هنا البنات كما كتشوفوا معايا عندي القياس ديال نص كيلو ديال الفورس حرشه البنات، كما كتشوفوا معايا غربلته. غنزيد عليه هنايا واحد زلافه ديال الفينو وواحد زلافه ديال الدقيق الكامل اللي هو الزرع. صافي البنات، هنايا كما كتشوفوا معايا نتوما على حسب الكميه كتبقى على حسب شحال بغيتو ديروا د الخبز، على حسب الافراد العائله ديالكم. هنا البنات كما كتشوفوا معايا خديت داك الطحين ودرت فيه حفيره في الوسط. هنايا البنات كما كتشوفوا معايا غندير العجينه البلديه. هنايا البنات درت الخميره هكا، القياس ديال واحد المعلقه حتى هي كبيره، ودرت القياس ديال هكا واحد شويه ديال الزيت، القياس ديال المعلقه حتى هو كبيره. ودرت الملح البنات على حساب، كاين اللي كيدير الخبز بالسوس، كاين اللي كيديروا بالملح. انا صراحه كنعجن الخبز ما مسوس ما مالح، هكا شويه ناقص ملحه. صافي خويت هنايا شويه ديال الماء دافي. صافي البنات وغنبدا هكا بيدي هكا نخلط مزيان حتى كتفاعل ديك الخميره مع السكر ومع المليحه. صافي البنات وغنزيد القياس ديال الماء كما قلت لكم البنات في الاول ديال الفيديو. العجينه البنات ما كندلكوها ما حتى شي حاجه، كنخلطوها البنات بصباعنا. غتكونوا لاحظتوا معايا انا راه العجينه كنعجنها بيد وحده، راه يد وحده كنخوي بها الماء وكنعجنها بيد وحده. صافي البنات هنا كما كتشوفوا معايا غنبدا نخوي القياس ديال الماء دافي ونبدا هكا نجمع بصباعي. العجينه البنات انا كنديرها باش يجيكم هكا الخبز مزيان وهكا مفشفاش وزوين وخفيف. يكون هكا خفيف شويه، ما عمركم تعجنوا العجينه تكون قاصحه وتبقاو تدلكوا فيها وتبقاو ترشوا في الماء. هكا من الاول ديريها انها تكون شويه هكا خفيفه. صافي وجمعي بالصباع ديالي يديك البنات، ما تدلكي ما حتى شي حاجه. راه انا في الاول قلت لكم هاد العجينه بدون دلك. كمشات الايام ديال الدليك كنا كنبقاو على نيتنا دلك 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 باش يجي الخبز زوين. صافي البنات كما كتشوفوا معايا هنا من بعد ما جمعت العجينه كامله كتشوفوا معايا ما غندلكها ما حتى شي حاجه، عين نجمعها هكا وتفاعل ديك الخميره مع الملحه مع الطحين حتى هو يتخلط مزيان باش ما يجيناش الخبز مدقص. صافي البنات وغنجمعها. صافي غنجمع البنات وغنستعن بالمساند الرسمي اللي هي الميكا البنات، اللي دغيا كتخمر العجينه وكتجيبها رطبه. غطيتها هكا بواحد المنيديل وغنخليها واحد شويه حتى ترتاح البنات وتبقى تطلع فيها واحد شويه ديال الخميره. هنايا البنات كما كتشوفوا معايا مني طليت عليها وبانت ليا كتطلع فيها الخميره، غنعاود البنات هكا ندير شويه ديال الماء دافي واحد الرشه، غنديرها من التحت هكا ونعاود نقلب العجينه وندير عاوتاني رشه اخرى البنات وغناخذ يد وحده. راه غتلاحظوا انني كنعجن بيد وحده. صافي البنات وغنعطيها هكا البنيه، نعطيها هكا حتى تشرب ديك الميها. الا بانت لكم العجينه ديالكم قاصحه غنزيدوا عاوتاني واحد الرشيشه اخرى. انا هنايا كما كتشوفوا معايا راه كنوريكم زعما كنقول لكم كنعجن على بيد وحده. صافي هنايا الترشيشه الثانيه انا هكا بانت لي العجينه بحال شويه هكا ثقيل هكا جات قاصحه. صافي وانا نزيد الرشيشه الثانيه. صافي ضربتها هكا بالبنيه مزيان. صافي البنات ودرت عليها هكا شويه ديال الزرع من الفوق، استعنت عاوتاني بالميكا حتى هي كما كتشوفوا. صافي وخليتها. هنايا البنات كما كتشوفوا معايا من بعد ما خمرات وكتشوفوا هي طلعات تبارك الله. هنايا خديت شويه انا كنقرص بالزرع، نتوما يمكن لكم تقرصوا هكا بالفينو، كاين اللي كيبغي يقرص بالزرارع. خديت واحد زليفه ديال الماء هكا باش كنفزق يدي شويه باش كتلصقش لينا العجينه في يدينا. صافي البنات انا هذا القياس هذا اللي درت كيخرج ليا 4 الخبزات هكا، ماشي صغيورين وماشي كبارين، ماين. انا حيت البنات هذا الخبز اللي كتشوفوا فيه بلدي انا غنطيبو في الفران ديال العواد هكا في الزنقه. عندي شي شغل قلت نعجنو هكا ونديه في يدي نحطو في الفران، منين نكون راجعه ان شاء الله هكا نقضي شغلي ونرجع ندوز عليه نلقى الخبيز ديالي وجاد. صافي كما كتشوفوا معايا هكا شكلت الخبز ديالي على 4. هاد كما قلت لكم العجينه هذه راه هاد القياس هذا كيدير لي 4 الخبزات ما كبار ما صغار. صافي هنايا شكلتهم بديت كنجمع فيهم. البنات ما تبقاوش تدخلوا هكا العجينه بزاف باش ما يجيكمش الخبز مدقص من الداخل. انا البنات راه ما كنخرج لا هو لا حتى شي حاجه من العجينه. صافي كنبدا نشكل فيها. صافي هكا كنجمع حتى كنشكلها هكا على شكل كويره. صافي البنات وكنخليها هكا. صافي البنات كما كتشوفوا معايا هنايا من بعد ما شكلت 4 الخبيزات ديالي، هنايا البنات غنغطيها عاوتاني واحد شويه، ما تجيش وتقرصي راه غتجيك هكا قاصحه وما غيجيكش الخبز زوين. من بعد ما شكلتها صافي هكا غنخليها في نفس البلاطونيت اللي جمعتها فيه، غنغطيها بالمنيديل ديالها ونخليها عاوتاني واحد 3 دقائق ولا 2 دقائق عاوتاني ونرجع عليها.
صافي البنات هنايا كما كتشوفوا معايا من بعد ما ارتاحت هانتوما كتشوفوا تبارك الله كترخى، انت كتحطيها على يدك وهي كطوعك. صافي هنايا بديت كنقرص فيها كما قلت لكم. انا هاد الخبز غنخبزو في الزنقه، غندير المنديل وغندير وحده فوق وحده البنات. بالنسبه للبنات الجوج خبزات التحتانيين ما غنقرصهمش مزيان، قولوا لي علاش؟ حيت غندير فوق منهم جوج خبزات الثانيين من الفوق هكاك ملي غيتقرصوا حيطلع الاخرى كترخى لي شويه من التحت. اما الا قرصتهم على القياس اللي بغيت انا ودرت فوق منهم الاخرين راه غيجيوني رقاق بزاف. صافي البنات قرصت الخبيزه الاولى هكا درتها من التحت، غنقرص الثانيه حتى هي غنديرها حداها، وقلت لكم ما غنقرصهمش مزيان. صافي بالنسبه للبنات الا بغيتو هكا تنوعوا انكم تقرصوا هكا بزريرعات، الانسان كيغير هكا وكيبدل الديكور حتى وليداتك هكا كيعجبهم وكياكلوا الخبز. وحنا المغاربه راه كناكلوا الخبز، الاستهلاك الاول هو الخبز. صافي كما شفتوا معايا هنايا من بعد ما قرصت الاولين ها هما الثانيين هادو غنقرصهم كما غتشوفوا غتلاحظوا. هادوك التحتانيين قرصتهم شويه خليتهم شويه غلاط حيت غندير فوق منهم هادو كما قلت لكم. صافي هادو غنقرصهم مزيان هكا حتى على حساب القياس اللي بغيت. صافي وهنايا ان شاء الله غنغطي العجينه، راكم عارفين دابا البرد ما تعجنيش في شي بلاصه اللي تكون مهويه بزاف باش ما تبردلكش الخميره في يدك وتقيلي كاع نهار كتسني الخبز باش يخمر. هكا ملي تبغي تعجني سدي هكا الشرجم ديال الكوزينه ولا تعجني في شي بلاصه اللي تكون هكا سخيخنه ما فيهاش الريح وما فيهاش كوروندير باش العجينه ديالك تخمر لك دغيا وما تكونيش مكثره فيها الخميره. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا صافي تقرصوا. غنغطيهم البنات، غنغطي بهذا المنديل هنا، بهذا المنديل هذا اللي كتشوفوا معايا كنقرص فيه الخبز، وغنزيد هذا المنديل البنات وغنزيد نغطيه هكا بشي حاجه سخيخه باش تخمر ليا دغيا. وهنا البنات كما كتشوفوا معايا الخبيز ديالي ها هو وجد. البنات عرفتي راه الاضاءه عصباتني، راكم عارفين اليوم الجو شويه مغيم، راه الخبز عرفتي والله الكاميرا ما عطاتو حقه. جايه البنات محمر غزال، بالخصوص انه مخبوز في الزنقه وفيه ريحه العواد. الا كان حداك الفران ديال الزنقه ما تعكزيش، عجني خبيزات هكا واخا عيشي جوج كبار صيفطيهم، راه عرفتي الخبز ديال الدار ما كاينش الصراحه في حاله. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا تبارك الله كيجي محلول من الداخل، راه بحال اللي زعما راه كيدالكه وضرب عليه تماره. ما نكذبوش على الله، بكري كانت النيه كان الانسان كيبقى دلك 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 باش يجي داك الخبز. كيقول لك والدينا كتقول لك عجنوا الخبز حتى يبدا يطرطق. ما كاين لا عجنيه حتى يطرطق ولا عجنيه حتى خلطي بصبيعاتك، خلي العجينه شويه خفيفه، غطيها بالميكا ودوري قرصيها وجي تشوفي الخبيز كيفاش غيجي. كنتمنى الاقتراح اليوم ينال الاعجاب ديالكم ولا عجبكم هكا وصفات بلديه بحال هكا الخبز طويجنات. ان شاء الله نبقى نصاوب معكم اقتراحات ان شاء الله كاينه الفكره ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله باش تطبق. شكرا بزاف على دعمكم وعلى تشجيعكم وعلى تعاليقكم الزوينه اللي كتخليو لي في اخر فيديوهات اللي حطيت لكم. المهم البنات شكرا بزاف بزاف بزاف. كما ديما كنبغيكم كنحماق عليكم، ما تنسخوش تخليو لايك تعليق زوين بحالكم نقولها لكم عاوتاني مره اخرى. كنتمنى الخبيز ديالي يعجبكم. المهم ما ديوش عليا اختكم راه هادي شحال ما بيني وبين اليوتيوب. اختكم وليت ساكنه في تيك توك. مرحبا بالناس ديال تيك توك اللي جاو عندي اليوتيوب، وكنتمنى ان شاء الله ما نحشمكمش وتجربوا الاقتراح ديال اليوم. وبسلامه عليكم كما ديما كنبغيكم وكنحماق